السلام عليكم يا أهل السلام. النهاردة هنعمل طريقة عمل اندومي في الفرن. معانا جبنة رومي ومعانا اندومي اهو. بسم الله ما شاء الله. يلا بينا يا قشطة نشوف هنعمل ازاي تعملي الاندومي بالجبنة الرومي في الفرن. عشان اعمل الاندومي بجيب كيسين اندومي وب10 جنيه جبنة رومي. كل اللي عليا ان انا معايا ميه سخنه بحطها كده عليه الاول اهو. هي قشطه، طريقه جميله تقدري تساعدي بيها اولادك. حطيت الميه السخنه كده عليها. كل اللي انا هعمله دي التوابل بتاعت الاندومي ارش عليها من فوق كده عادي. طريقه جميله واول مره حد يعملها على اليوتيوب الجميل اهو. ودي دول طبعا كيسين اندومي. الكيس النهارده ب6 جنيه. هتساعدي بيهم ولادك. بعد ما تحط التوابل الاندومي كده عادي تمام يا قشطه. كل اللي علينا هنروح مغطيين على الاندومي لمده 10 دقايق. تمام، ابقوا معانا. بنكشف كده على الاندومي اهو. بسم الله ما شاء الله. كل اللي عليا ان انا جايب ب10 جنيه جبنه رومي. حتى انت ممكن تبشريها عادي ما فيش مشكله. كل اللي عليا ان انا بروح رشش عليه كده جبنه رومي. لقمه مغذيه ابنك هيحبها بدل ما ياكل الاندومي كده بالتوابل بتاعته. لا انا ممكن احببه فيها اهي. بسم الله ما شاء الله. احلى طريقه لعمل اندومي بالجبنه الرومي في الفرن. ودي اول مره تنزل على اليوتيوب. واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. واللي عمل يعني لو حضراتكم عملتوا الطريقه دي ممكن تقولوا لي ايه رايكم فيها. طريقه جميله وحلوه ولقمه مغذيه. تمام يا قشطه. شايفين الجمال؟ ايه رايكم؟ دلوقتي هناخدها على الوضع ده كده. هناخدها على الوضع ده وندخلها الفرن. ابقوا معانا يا جميل. شايفين المنظر؟ دي قبل ما ادخلها الفرن. اجمل طريقه تعملي الاندومي في الفرن. بعد ما حطيت الجبنه الرومي هنفتح البوتاجاز كده اهو. بسم الله ما شاء الله. وندخلها الفرن يا جميل. بسم الله ما شاء الله. حاجه حلوه. خش يا شقي. ابقوا معانا بقى نشوف الاندومي اللي احنا عملناه في الفرن. بسم الله ما شاء الله. كان عندي حته جبنه شيدر حطيتها عليه برضو. بسم الله ما شاء الله. اجمل اندومي معمول في الفرن بالجبنه الرومي. ودي طريقه عمل اندومي بالجبنه الرومي. شايفين الجمال والحلاوه؟ بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ اللي عليها دي جبنه بريزيدون اللي هو الشيدر. حطيتها برضو عليها عشان تديها طعم. بسم الله ما شاء الله. وكده عملنا طريقة عمل اندومي بالجبنة الرومي في الفرن. بسم الله ما شاء الله. الريحة جميلة. تحس كده انك انت بتاكلي رز معمر مقرمشة من فوق. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. تاكل يا قشطة بالهنا والشفا يا جميل. وطرية من جوه ومقرمشة من بره. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. تقدري تعمليها لاولادك والجبنه بتمط اهي. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ ايه رايكم بقى في الحلاوه دي؟ كده عملنا طريقه عمل اندومي بالجبنه الرومي في الفرن. في رعايه الله وامنه في حلقه قادمه. مع السلامه.